السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. وزي ما انتم شايفين كده يا شباب، حته من قشره السقف وقعت، فقلت تعالوا كده نعملها مع بعض ونشوف هنقدر نعمل ايه دلوقتي. طبعا بيبقى الاسباب وحاجه زي كده الرطوبه والكلام ده كله. طبعا اهم حاجه بتبدا تقشر الحتت كلها او المكان كله عشان تتاكد ان مفيش حاجه بعد ما تعمل تقع تاني وتكون مع يعني تحتيها هواء فتقع تاني. ده اهم حاجه. بعد كده بعد ما تعمل الموضوع اللي انت بتشيل الزيادات دي او الحاجات اللي هي تحتيها هواء، بتبدأ زي ما انتم شايفين كده اهو ان انت تملى الحروف الاول. لازم في الحتت اللي زي كده تعمل الاطراف الاول وتشبعها كويس جدا. طبعا انا ما كنتش متخيل انها تاخد يعني كميه كبيره كده. خدت مني تقريبا حوالي 2 كيلو معجون. كان ممكن طبعا اعمل شويه اسمنت ابيض ولا حاجه، لكن انا قلت اجرب معاكم ونشوف الموضوع. زي ما انتم شايفين كده اهوت بدات ان هي تاخد نسبه كبيره من المعجون. بتبدأ تعمل أطراف المهم الأول. بعد ما تعمل أطراف وتخلصها بتبدأ إن أنت تملى الجزء اللي في النص. بعد كده تبدأ إن أنت ممكن في الآخر خالص بقى لازم طبعا يبقى معاك الأول سكينة كبيرة ومعاك سكينة صغيرة، بحيث السكينة الصغيرة بتبدأ تجيب من اللي في العلبة نفسها، وفي نفس الوقت بالسكينة الكبيرة زي ما انتم شايفين بتبدأ إن أنت تفرش الموضوع كله. وزي ما قلنا اهم حاجة تملى الاطراف، وبعد كده تبدأ تملى قلب الموضوع كله او قلب الفتحة ديت. وممكن بقى في الاخر بتجيب اللي هي بروة المحارة البلاستيك ديت، وتبدأ ان انت تبلها ميه على خفيف وتبدأ ان انت تمشي كده عشان تنعمها. طبعا هي مفروض بعد كده هنجيب بلاستيك وهبدأ ان انا اعملها او ان انا ادهنها، بس قلت اوريكم كده حاجة سريعة لو حد عنده حاجة زي كده. زي ما قلت لكم بتبدأ ان انت تملى الاطراف الاول، بعد كده تملى القلب بتاعها. كانت حلقة سريعة حبيت اوريكم بس فكرة كده حصلت معايا، قلت يلا ايه نشارك الافكار مع بعض. لو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناه، بنتكلم في مواضيع كتيره جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.